السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة المدفونة زي ما بيسموها الضميطة. قبل ما أبدأ الفيديو يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا كل بلد مسمية الأكلة دي تسمية، بس أنا يعني فوجئت إن هما بيقولوا عليها مدفونة. احنا مسمينها مش عارفة هي رز وبطاطس أحمر أو حاجة زي دي، بس مش عارفة هما مسمينها هنا مدفونة بناء على ايه. زي ما انتوا عارفين اي صلصة احنا بنعملها الثوم والبصل بنحمره كويس قوي علشان يدي اللون الأحمر للصلصة بتاعتي. حتى بصلايه كده كويسه علشان هي اللي بتدي الطعم، وبرده مكتره توم. وهنزل بمعلقه الصلصه الاول عشان هي عندي في الفريزر كده، بحطها الاول بديها لفه كده في الزيت علشان تفك معايا. الاكله دي اكله شتويه بحته، يعني انا اعرف ناس كتير يعني طول الشتاء ما يعملوهاش غير على طول جنب السمك وجنب حاجات كتير كده. لو في سمك ولا حاجه بيشيلوا البطاطس منها. لو ما فيش سمك بتبقى جنب بطاطس محمره حاجات من دي. نزلت كده بعصير الطماطم، هحط بهارات نفس البهارات اللي بحطها للمحشي بالظبط. هو ده يعتبر محشي بس ما فيهوش الورق، بس يعني هو نفس التتبيله ونفس كل حاجه بتاعه المحشي. بس الحاجه الوحيده اللي مش موجوده فيه الورق. هنزل ببصلايه كده عاملاها في المبشره، او لو انت عاملاها في الكبه برضو. ومعايا فلفلايه حاميه وفلفلايه برضو رومي عاملاهم في المبشره، يعني بحيث ان انا لما اعملهم كده في الرز ما يبقوش باينين. دول بصراحة بيفرقوا في الطعم قوي. الصلصة بتاعتي بعد ما خلصت خلاص هنزل بقى بكمية بطاطس حلوة كده. طبعا ما انت عاوزة، يعني مثلا عاوزاها كتير او قليلة، بس انا يعني ولادي بيحبوا البطاطس فيها كتير. هنزل بقى بشبت وكزبرة وبقدونس. مش كتير قوي زي المحشي، بس يعني ايه، انا ما احبش احطهم برضو غير في الاخر مع الرز. هنزل بقى بالرز بتاعي، هكون معايره له المية بتاعته. بس اخد بالي علشان البطاطس بتنزل ميه على الرز برضو، يعني يكون من يعني مقلله العيار علشان ما يعجنش مني. ودايما ايدك تبقى في قلب الحله على طول، لان دي الاكله الوحيده اللي لو انت مثلا ايدك مش فيها على طول قبل ما تنشف بتتلسع منك على طول. يعني لازم ايدك فيها والنار تكون مش عاليه قوي. اول ما تبدا تغلي كده معاكي يعني على طول ايدك من تحت لفوق، بحيث يعني ما يطلعش منها حكاكه كتير وحاجات من اللي هي بتتبهدل دي. كده الرز معايا خلاص. سبته كده لما استوى. ده الشكل النهائي بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.